في الفيديو ده هنتكلم عن أهم الوزراء في عصر السلطان سليمان القانوني. كانت الدولة في عصر السلطان سليمان في أقصى اتساع لها، وده كان نتيجة أن الدولة كانت قائمة على قوة السلطان وما سبقه من سلاطين أقوياء، وأيضا وزراء عظام قادوا الدولة واهتموا بشؤونها تحت رعاية السلطان العظيم. ما تنسوش الاشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات. تولى منصب الصدر الأعظم في عهد السلطان سليمان القانوني 9 وزراء، وهم: 1. عند بداية تولي السلطان سليمان للعرش في عام 1520 ميلاديا، ورث عن أبيه وزيره الأعظم بيري محمد باشا، وهو رجل دولة عظيم ويعتبر من أهم السياسيين في الدولة العثمانية، كما أنه كان الوزير المفضل للسلطان سليم الأول الذي لم يكن يعجبه شيء. وكان بيري باشا يمتاز بأنه شديد الهدوء وكان عادلا، وقد شارك مع السلطانين فتوحاتهما لتوسيع الدولة. تولى منصب الصدر الأعظم عام 1518 حتى 1523، أي أنه ظل في منصبه 2 في عهد سليم الأول و3 سنوات في عهد السلطان سليمان. تلاه في منصبه بعد ذلك الوزير الأعظم إبراهيم باشا من عام 1523 لعام 1536 ميلاديا، وهو إبراهيم البرغلي صديق السلطان. لم يكن السلطان يجامله بمنصب كهذا، ولكن إبراهيم البرغلي قد استحق ذلك عن جدارة بسبب ذكائه الشديد ومهارته العسكرية، لكنه تم إعدامه عام 1536 ميلادية. أتى بعده إياس باشا من عام 1536 ل 1539 ميلاديا، أي لمدة 3 سنوات فقط، حيث أنه أصيب بمرض الطاعون وتوفي عام 1539 ميلادية. أتى بعده لطفي باشا زوج أخت السلطان سليمان شاه سلطان، لكنه لم يستطع الحفاظ على الصدارة العظمى للدولة، حيث تم خلعه منها بسبب خلاف حدث بينه وبين زوجته، وتم نفيه بعيدا عن العاصمة. بعد ذلك قام السلطان سليمان بتسليم المنصب لسليمان باشا الخادم، الذي بقي فيه لمدة عامين فقط، من 1541 ل 1543 ميلاديا. كان سياسيا عثمانيا خلال عصر السلاطين بايزيد الثاني وسليم الأول، وتولى حكم مصر لفترة زمنية طويلة. أتى بعده رستم باشا الذي يعتبر صاحب أطول مدة في الصدارة العظمى للدولة، حيث أنه تولاها مرتين، الأولى من عام 1544 ل 1553، والثانية من 1555 ل 1561، أي أنه تولاها لمدة 15 عام. إلا أن إبراهيم باشا يعتبر صاحب أطول فترة متواصلة، حيث دامت صدارته لمدة 23 عام. قام السلطان سليمان بخلع رستم باشا من الصدارة العظمى للمرة الأولى بسبب وفاة الأمير مصطفى، حيث ثار الانكشاريون عليه واتهمه الجميع بأنه سبب إعدام الأمير. فقام السلطان سليمان بخلعه من الوزارة لكي تهدأ الأمور، لكنها لم تدم طويلا، وعاد إلى منصبه. وفي فترة خلع رستم باشا تولى قرة أحمد باشا وزيرا أعظم، وهو زوج أخته السلطانة فاطمة، لأنه كان مقربا من الجنود الانكشارية فعمل على تهدئتهم. لكن ذكر أحد المؤرخين أن رستم باشا قد قام بتلفيق تهمة الرشوة له، وتم إعدامه عام 1555 ميلاديا. وأعيد رستم باشا مرة أخرى لمنصبه مفروضا بالقوة على الجيش والشعب. وبعد وفاة رستم باشا تولى ثيميس باشا في الصدارة العظمى من 1561 ل 1566 ميلاديا،
هو رجل دولة كبير تولى العديد من المناصب في الدولة، ومن الجدير بالذكر أن سميس باشا كان زوج عائشة همشاه ابنة السلطانة مهرمة. وأخيرا في عام 1565 تولى محمد صقلو باشا الصدارة العظمى ليكون آخر وزير في عهد السلطان سليمان القانوني. حافظ عليها لمدة 14 عام تحت 3 سلاطين هم سليمان القانوني، سليم الثاني، مراد الثالث. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية. معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.